نور، اهلا وسهلا بكم في الفلاش سبور. النادي الصفاقسي عمل حصه تدريبيه الماضي 3:30 متاع العشيه في انكس للطيب المهيري. غدوه في نفس التوقيت الحصه باش تكون في ملعب 2 مارس، بما انه ارضيه ميدانه مشابهه للملعب المتلوي المنعرج الاخير من البطوله والمباريات الكل في نفس الاهميه. هكا تحدث المدرب المساعد الكوتش انيس الجربيه. صحيح، يظل لي توا المنعرج الاخير نتاع البطوله هذه، يظل لي المباريات الكل ما عندهم نفس الاهميه. احنا بالنسبه لنا يظل الحمد لله في ديناميكيه نتاع انتصارات. الاولاد سون بيان موتيفي، على قد ما انه اللي جات زافيري مش نلعبوا لهم سون سوبر موتيفي، على قد باش تكون الموتيفاسيون نتاعنا اكثر من الكلوب هذوما. ويظهر لي معناتها الاولاد قاعدين في كل مره قاعدين نتحطوا في دي سيتياسيون صعاب ولا في ملاعب صعيبه شويه اونتر بارونتيز، الا وانه اللاعبيه قاعده تتاقلم. وهذه يظهر لي لا الماتوريتي اللي نحكيو عليها. يظهر لي اللاعبيه معناتها ولا عندهم نضج ولا يتاقلموا مع الوضعيات الكل، كسوا الملاعب كسوا الوضعيات اللي قاعده تصير لنا في وسط المباريات. المباراه باش تكون كيما المباريات الجايين الكل، ما عاد ثم مباراه سهله مباراه صعيبه، مباريات كل كيف. احنا بالنسبه لنا ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم، ونحضروا المباراه هذه كما حضرنا المباريات الاخرين، وان شاء الله بحول الله عاقلين العزم باش نروحوا بالانتصار نتاعنا ان شاء الله. أرضية ميدان من العشب الاصطناعي في ملعب المتلوي أكيد تقلق برشا، وزيدهم حرارة الطقس كلها عوامل تخلي المباراة صعيبة على زوز فرق، وهذا اللي أكدوا مدرب نجم المتلوي محمد الكوكي. صناعي عنده تقريبا 10 سنوات، ملعب هذا لم يقع جديد، وبيتر السنه الماضيه بعد يعني تعديات شويه صيانه، لكن حالته ولات صعبه خليني نقول، وتشكل خطوره خاصه على اللاعبين. تعرف اللاعبين معناتها راس مالهم تحقيهم، دونك الملعب هذا بصراحه اصبح يمثل خطر كبير على ساحه اللعب. نحكيو فنيا على المباراة اللي يعتبرها محمد الكوكي هامة برشا، خاصة انه الفريق يحتل المركز الرابع ويطمح للوصول الى المركز الثالث. بالنسبة لنا احنا تعتبر مباراة مهمة جدا. في المركز الرابع احنا توا نبعدوا 4 نقاط على البريمي كونكيرون هو النادي البنزرتي، لكن بعيد حتى على الكلاسمون. المباريات هذه مع الفرق الكبرى اكيد عندها رونق خاص وعندها قيمة خاصة، نسميها ديما مباراة لاعبين باش تحضروها كما يلزم. اكيد النادي الصفاقسي في الفترة هذه، انا نقول في الفترة هذه بالذات، يمكن تقريبا احسن فريق الان موجود في تونس. مهاجم النادي الافريقي صابر خليفه مثل اليوم قدام مكتب الرابطه المحترفه بخصوص احداث مباراه الديربي. من المنتظر باش يتم اتخاذ القرار النهائي في الموضوع نهار الجمعه. نبقى مع الافريقي متوسط الميدان تيجاني بالعيد، رجع اليوم للتمارين بعد ما تم استبعاده الفتره الاخرى لاسباب تاديبيه. غدوة تتلعب الدفعة الأخيرة من الجولة السادسة إياب، وإن شاء الله توفى على خير. الماضي 2:30 في ملعب 15 أكتوبر النادي البنزرتي الإتوال بإدارة ياسين حروش. الماضي 3 في حمام لمف نادي حمام لمف في الملعب اللاقيبسي التحكيم لنصر الله الجوادي. والماضي 3:30 في القصرين مستقبل القصرين الترجي بإدارة هيثم قيراتا. يوسف السرايري زفر مباراة البراج بين الرالوي وستير جرزونة نهار السبت الماضي 2 ساعة في الملعب البلدي بقربة. بالنسبة لمقابلة البراج الجولة الأولى تتلعب نهار الجمعة الماضي 2:30 في جندوبة. الأولمبي الباجي اتحاد تطاوين بإدارة أمير لصيف في باجة. جندوبة الرياضية نادي كرة القدم بالحمامات بإدارة مراد بن حمزة. وفي قفصة مستقبل جابس الاتحاد المنستيري بإدارة سليم بالخواصة. رسميا كريم بنزيما يغيب عن كأس أوروبا 2016 حسب البلاغ اللي أصدرته اليوم الجامعة الفرنسية لكرة القدم على خلفية قضية الابتزاز المشهورة واللي صارت بينه وبين زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا، واللي ترجع أحداثها اليوم 5 أكتوبر 2015. ربع نهائي رابطة الأبطال الأوروبية أتلتيكو مدريد يزيح برشلونة من المسابقة بعد فوزه عليه 2-0 دوبلي أنطوان غريزمان في الدقائق 36 و 86 من ضربة جزاء. ذكر أنه لالي كانوا فازوا 2-1 للفريق الكتالوني. بنفيكا بايرن ميونخ المباراة الثانية هذه كان طرح كبير وفيه برشا أهداف برشا بونطوات مزيانة، بالطبيعة كانت تفات بالتعادل الإيجابي 2 مقابل 2، والنتيجة تأهل البافاري بنتيجة حاصلة ما بين زوز أطراح 3-2 باعتبار فوزه في الأرينا 1-0.